ربنا يديمها ايام جميله ويبعد عننا كل حاجه وحشه. الحمد لله الواحد مش عايزين نحسب نفسينا، بس الحمد لله اليوم عدى بسلام واداء رائع من كل البلد، ويا رب كل الايام تعدي بسلام وبحب. تعليقا على الاحتفالات في قصر الدبارة بينضم لينا الشيخ مظهر شاهين خطيب الثورة المصرية. شيخ مظهر اهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ معتز، كل عام وانتم بخير والامه المصريه بخير. على فكرة احنا كان عندنا تساؤلات كتيرة واتصلنا بحضرتك كتير، هسألك عنها دلوقتي، ولكن في البداية عايز تعليق من حضرتك. قلنا ان عنوان ان الاحتفال الرسمي كان في الكاتدرائية وشيء من الاحتفال الثوري كان في قصر الدبارة يا شيخ مظهر. نحتنا عنوان صحيح ولا الحكاية ما كانتش كده؟ لا صحيح طبعا، هو كان احتفال ثوري او شبه ثوري، لانه حضروا كثير من الرموز الثوريه والكتاب والادباء المعروفين والشخصيات العامه المعروفه بانتمائها للثوره المصريه، ولان كنيسه قصر الدبارة كما هو معلوم في قلب الاحداث في ميدان التحرير، وفتحت ابوابها للثوره المصريه من اول يوم. جميل ان يبقى في احتفال في الكاتدرائيه، واعتقد انه ما فيش اي تعارض ان تتعدد الاحتفالات في كنائس اخرى. الموضوع مش محتاج ان ياخد ابعاد اكبر من كده، ولا ايه يا شيخ مظهر؟ ليس هناك أي تعارض طالما أن الكل مصريين، وطالما أنها احتفالية تخص كل المصريين، وبالتالي كان واجب، أنا شايف أنه واجب على كل المصريين أن هم يهنئوا بعضهم ويهنئوا إخوانهم المسيحيين في هذه الأيام، وخصوصا أن مصر الآن ليست بحاجة إلى ما يفرقها بقدر ما هي بحاجة إلى ما يجمعها ويجعلها صفا واحدا. وأنا الحقيقة يعني أنتهز فرصة وجودي في برنامج سيادتك وأقدم خالص التهاني للأمة المصرية والإخوة المسيحيين في هذه الأعياد، وأقول أن التهنئة للإخوة المسيحيين هي نوع من أنواع البر التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر اسم جامع لكل خصال الخير، وتقديم التهنئة ومشاركتهم في أفراحهم هو نوع من أنواع البر وخصلة من خصال الخير. الأمر الثاني أن في كنيسة قصر الدبارة يا أستاذ معتز لها معنى شخصيا، أو لها معايا أنا شخصيا معنى ثاني خالص، وأنها كنيسة مجاورة لمسجد عمر مكرم، فهي لها علينا حق الجوار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار والجار، والقرآن الكريم أيضا أوصانا بالجار في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. ولذلك كان واجب علينا انطلاقا من هذا المعنى الجميل ان احنا نذهب الى كنيسة قصر الدبارة ونهنئهم بهذه الاعياد المسيحية. طيب، بما انك ذكرت عمر مكرم، انتهت الزوبعة في الفنجان، واعني الكلمة تماما بخصوص ما اثير في الايام الماضية يا شيخ مظهر. الحمد لله خلصت الحكاية. شوف يا استاذ معتز، هو اولا ما كانش فيه حكاية خالص، وكل ما اثير ان فيه تحقيقات او ان هناك تحقيقات تجرى مع إمام مسجد عمر مكرم مع مظهر شاهين، كلها أخبار كاذبة ومغلوطة 100% وليس لها أساس من الصحة. أيوة. والموضوع حتى يعلمه كل المشاهدين، القصة الخاصة بالفيديو اللي تم تصويره فوق مسجد عمر مكرم، أيوة، تبدأ باقتحام بعض الأشخاص لمسجد عمر مكرم من الباب الخلفي، وكسر الباب الخلفي الساعة 7 صباحا يوم الثلاث الموافق 20/12/2011. صعدوا على سطح المسجد. بمجرد علمي بالموضوع اتصلت بالعمال، والعمال استعانوا ببعض الشباب الموجودين في التحرير وصعدوا إلى السطح ونزلوهم على الفور. لكن أنا عاوز أقول حاجة في هذا الموضوع. أولا أنا كإمام مسجد عملي يبدأ من العصر وحتى العشاء، فالقصة حدثت في غير أوقات عملي الرسمية. ثانيا، البعض يحاول أن يصور أنني مشترك في هذا الموضوع وكأنني أنا الذي أتيت بهؤلاء وشاركتهم في هذه الأعمال، والحقيقة عكس ذلك تماما، لأنني في هذه الحادثة مجني علي. سيادتك يا أستاذ معتز، أنا اتكسر باب مسجدي وناس طلعوا على سطح المسجد عملوا اللي عملوه، أنا مجني علي في هذا الموضوع، والمنوط به حماية المسجد هي الدولة طبعا والأمن طبعا. إمام المسجد زيه زي أي منشأة موجودة في التحرير. يعني هل من العقل من المعقول إن احنا نحمل مثلا رئيس المجمع العلمي مسؤولية ما حدث للمجمع العلمي؟ أنا عايز من المعقول إن احنا نحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية ما حدث
في مجلس الوزراء. انا عايز اطمنك يا شيخ. مبني عليا في هذا الموضوع. اكيد عايز اطمنك يا شيخ مظهر. معتز مهمه جدا. اتفضل. ان هناك روايات كثيره جدا دارت حول مين اللي اقتحموا المسجد ومين طلعوا فوق المسجد ولماذا في هذا التوقيت بالذات. انا اقول ان هذه من خلال سؤالي ومن خلال الشهود، كل اللي حصل فوق مسجد عمر مكرم لا يعدو الا ان يكون تمثيليه، مسرحيه هزليه لتشويه وجه الثوره وتشويه مسجد عمر مكرم وتشويه امام مسجد او سمعه امام مسجد عمر مكرم. بدليل رقم واحد، الكاميرا اللي صورت من فندق سيميراميس. مفيش قناه تلفزيونيه لها كاميرات في فندق سيميراميس. كل القنوات التلفزيونيه موجوده في المباني المطله على ميدان التحرير. نمره 2، الحادثه حصلت الساعه 7 صباحا، يعني بينتهزوا فرصه وجود ان العمال مش موجودين جنب الابواب وانا مش موجود وبيكسروا الباب ويطلعوا فوق. نمره 3، ان اللي حصل مش تعذيب، ده واحد بيضرب واحد بالقلم. التعذيب الحقيقي لو حد عاوز يعذب حد، هناك صور للتعذيب مختلفه تماما سيادتك عارفها. طبعا اللي بيضرب واللي بينضرب واللي بيصور كلهم مع بعض شله واحده واصحاب. نمره 5، ان هم حاولوا يصوروا ان المبنى غرفه. المئذنه الباب اللي موجود ده لما تدخل منه سيادتك تلاقي سلم، مفيش مكان للتعذيب. بعد كده كمان ان الحادثه حصلت 7 صباحا، والتركيز في هذا التوقيت بالذات كان اليوم ده يوم هادي جدا، ما كانش محتاج ان يكون فيه بلطجه ولا تعذيب ولا اي حاجه من دي خالص. اسمح لي اخيرا اقول ان كمان اللي بيدعوا ان هم ناس بتعذب ناس، الاخوه اللي طلعوا ينزلوهم من فوق نزلوهم اصدقاء مع بعض. يعني المفروض واحد بيتعذب لما يلاقي واحد جاي يغيثه او جاي يعني ينجده يتعلق في رقبته، لكن ينزل هو واللي بيعذبه مع بعض يتمشوا. هل هذا منطق؟ انت طالع تلاقي واحد بيتعذب، المفروض لما يشوفك يا استاذ معتز يتعلق في رقبتك ويقول لك الحقني. طبعا. انما ينزل هو واللي بيعذبه اصحاب ايديهم في ايد بعض والسلام عليكم وعليكم السلام، يعني خلاص خلصنا المسلسل والتمثيليه. يا شيخ مظهر، هذا مسلسل مفضوح. انا بقول للي عملوه اتقوا الله في المساجد. انتوا بتشوهوا كل حاجه في الثوره، بتشوهوا. ممكن نقبل انك تشوه اي حاجه في الدنيا، لكننا لا نقبل ولن نقبل انك تدخل لمسجد عنصر في هذا المسلسل المفضوح وهذه المسرحيه الهزليه. طيب انا عايز اقول لك يا شيخ مظهر، كويس انك استخدمت لفظ المسلسل، وبما انك عارف انه مسلسل فمش دي الحلقه الوحيده اللي عقولنا لا تستساغها. هناك عديد من الحلقات الغير مستساغه. استاذ معتز اسمح لي اقاطعك واضيف جمله واحده. اتفضل. لو تتكرم عليا دي. اتفضل. انا عايز الناس المشاهدين الكرام يعرفوا ان مسجد عمر مكرم ده مسجد بيفتح ابوابه على ميدان التحرير. يعني مش مسجد موجود في المنتزه بيفتح على البحر، وبالتالي هو جزء لا يتجزأ من ميدان التحرير، وبالتالي اي احداث بتحصل في الميدان بتنعكس على هذا المسجد سلبا وايجابا. اكيد. فمش معقول يبقى الميدان فيه ضرب نار وناس مصابه وناس جريحه وناس داخله المسجد وانا اقف على باب الجامع اقول لهم يا جماعه لو سمحتم اللي يخش الجامع يلبس جلابيه بيضاء ويحط السواك في جيبه الشمال ويغسل شعره ويحط برفيوم ولا يحط مسك وهو داخل. هذا امر مستحيل اعمله. المسجد، العاملون في المسجد، العمال دول يعني يستحقوا من الدوله جائزه تقديريه وجائزه تشجيعيه ونوط الشجاعه، لانهم ناس موجودين تحت ضرب النار من اول ثوره يناير وحتى هذه اللحظه. اقتحامات وضرب قنابل مسيله للدموع وتعامل مع شخصيات مختلفه و5000 واحد بيخشوا الجامع كل يوم. العمل على نظافه المسجد وتامين المسجد عمل شاق جدا في او تحت مظله هذه الاحداث يا استاذ معتز، وبالتالي التعامل بحكمه، واحنا بنحافظ على مسجد عمر مكرم قدر المستطاع، واعتقد احنا نجحنا في هذا الدور. ربنا يوفقكم، نجحتوا وستستمروا يا شيخ مظهر. الله يكرمك. وتاني باكد لحضرتك بملء الفم انه باذن الله آن لهذه المسرحيات ان تنتهي قريبا باذن الله، والحكايه تمشي بسلام. وهي حلقه معلش ما حدش عارف عليه الدور امتى يا شيخ مظهر، النهارده على فلان بكره على علان. استاذ معتز اسمح لي. اتفضل. احنا بناشد الشعب المصري العظيم اللي حافظ على مصر ومنشآت مصر ومؤسسات مصر في هذه الثوره انه يحافظ عليها في 25 يناير القادم. ده شيء مهم. ارجوكم اقطعوا الطريق على اللي عاوز يستثمر هذا الحدث لحرق مصر وحرق منشآت مصر. ارجوكم شكلوا لجان شعبيه لحمايه المنشآت والمستشفيات والمراكز والاقسام والمساجد والكنائس وكونوا صفا واحدا. ارجوكم دفعوا عن مصر بكل ما تملكه من قوه ولو كلفكم
الدفاع عنها أرواحكم أو أجسادكم، فكلنا فداء هذا الوطن، وكلنا نتمنى أن تبقى مصر قوية يا رب شامخة يا رب. عزيزة أبية في حالة من السلم وحالة من الأمان، ينعم فيها المسلم والمسيحي والسلفي والإخواني والليبرالي والرجل والمرأة والكبير والصغير، ينعم فيها بالأمن والأمان والعزة والطمأنينة إن شاء الله تعالى. شيخ مظهر شاهين، بشكرك شكرا جزيلا، خطيب الثورة المصرية وإمام مسجد عمر مكرم، بشكر حضرتك على هذا التوضيح وهذه الإطلالة. وعلى ذكر المسلسلات، قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء مساء اليوم السبت قرروا استدعاء الدكتور ممدوح حمزة